يا صباح الورد والفل والياسمين لأحلى وأغلى متابعين. كيفكن حبايب قلبي؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. هون الفيديو هذا مصورته عند أهلي. بتمنى إنكم تدعولي إني أرجع لبيتي ويعمل الأمان والاستقرار وراحة البال، وما تنسوا تدعموني وتشجعوني لحتى استمر بفيديوهاتي. وإذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ما تنسوني من اللايك. هلأ هون عم حضر الترويقة. حطيت هون جبنة، وهون جبنة ولبنة يعني من حواضر البيت، وحطيت رشة نعناع، وهون مربى التين هون هدول ماما مساويتهم، ومقدوس وزيت وزعتر. هيك يعني فطور بسيط، وهيك حبيت أعطيكم شوية أفكار تستفيدوا منها. وهون كمان عم حط فلافل، جبتها جاهزة يعني من السوق، يعني ما عاملين عايدنا هاي. ومسبحة، ويا سلام على المسبحة السورية. المسبحة السورية طعمتها هيك غير مميزة، سبحان الله. يعني قد ما الواحد عمل عايده مو مثل المسبحة اللي بتشتريها جاهزة السورية حصرا يعني. وهون هون عم عمل سلطة بقدونس وبصل. هون غسلت البقدونس وفرمته ناعم مع بصلة وحامض وملح وفلفل بس. بعملها أنا هي حد البيض المسلوق، بتطلع طعمته كتير كتير طيبة. وهون سلقت بيض وقطعته بهذا الشكل. هيك يعني حبيت أعطيكم شوية أفكار وهيك تستفيدوا منها. وهيك كمان عملت خضرة، قطعت خضار، بندورة وشرائح ليمون وفليفلة وفجل. هيك منه أعطت شكل كتير حلو، منه كانت يعني طعمته طيبة ومفيدة. وهذا الشكل النهائي ما شاء الله منظر بيفتح النفس. طبعا هالفطور شو بده فنجان شاي. ويا سلام على الشاي، شو طيب مع الفطور هيك البيتي يعني. وهون خبز السمون يا عيني. هون كمان المكدوس ماما عاملته. هذا فطورنا لليوم. هيك حبيت كفيدكم وأعطيكم أفكار بسيطة عن طريقة التقديم، والله يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. وغدانا لليوم كان بدي أعمل التبولة ودجاج مقلي على طريقتي، وبطاطا مقلية. وخلونا نقول بسم الله ونبلش. هلأ هون عندي دجاج أنا نقعته بحامض وشرائح ليمون، بليمون وشرائح ليمون وشوية خل وملح. وهون للتتبيلة بقى بدي أنا أعمل التتبيلة قبل ما أقطع الدجاج عشان تتشرب النكهة، نكهة البهار هيك تاخد من بعضها يعني. هلا هون عندي بيضة وكاسة حليب. قلت لكم أنا هي تتبيلة الدجاج على طريقتي. اللي بيحب الدجاج المقلي والولاد بيحبوه يعملها على هي الطريقة ولح تدمنوها، يعني كتير كتير طيبة ولذيذة. هون عندي أنا بيضة وكاسة حليب، عندي بصلة صغيرة وسنة توم كمان برشتون. فيكن تستبدلوهم ببصل بودرة وتوم بودرة. هلأ بحركهم كتير منيح، وأنا بحب ضيف له هيك شوية فانيليا، لأنه البيض زنخ بقى هيك بتروح الزنخة تبعه، يعني هيك ربع معلقة تقريبا. هلا ضفت لها اياها. وهون عندي البهارات: بابريكا، كزبرة ناشفة، زنجبيل، كركم، هيل ناعم، وفلفل اسود او ابيض. حاكتب لكم اياها تحت بصندوق الوصف. كتير بتطلع طعمتها لذيذة وحيحبوها الاولاد وطيبة مثل ما قلت لكم رح تدمنوها. هلا بحركن كتير منيح، وطبعا ما بننسى الملح حسب الرغبة. هلا بتركن على جنب مشان مثل ما قلت لكم نكهة البهار تاخد من بعضها.
وهون عندي صدور الدجاج بدي بلش أقطعه. عندي هون كيلو ونص من صدور الدجاج. هلا هون بدي شيل الزوايد تبعهم والعروق البيضة ونطفن كتير منيح، مشان بدي أقطعهم على شكل هيك أصابع، ما كتير نحيفة يعني رفيعة. وهون عندي هذا الفيليه تبع الدجاج، هذا كتير بتطلع هيك طري وطيب بالقلي. هلا بقطعهم تقريبا بهذا الشكل وبنطفن كتير منيح اذا بلاقي عروق بيضة. شايفين بدي هذا الحجم تقريبا. هلا بقطع باقي الكمية. هون قطعت الكمية كلياتها، شايفين ما شاء الله. هلا هون عندي الخليط بتكون هيك البهار هيك اخد نكهته من بعض، وبحطهم فوق الدجاج. هلا بحركهم منيح بهيك لحتى تتنكه الدجاج ياخد النكهة كلها. بحطهم بالفريزر من 2 ل3 ساعات. هلا هون عندي الخضار، انا هون غسلتها، هاي البقدونس نقعته وغسلته ونقيته، وهون النعناع والبندورة. هون هي الخس للزينة، ما بحط بقلب التبولة خس. بقى هاي البقدونس مثل ما قلت لكم نقعته وغسلته ونقيته. هلا بدي افرمه كتير ناعم، والتبولة فخامتها بشو؟ بانه تكون ناعمة هيك، فخامتها وطيابتها تكون ناعمة. طبعا التبولة هيك ما بفرمها كذا فرمة، فرمة واحدة بس. هون فرمت باقة ما شاء الله، أنا عاملة كمية كبيرة 10 باقات بقدونس. بقى فرمت بس قدامكم باقة مشان الوقت. وهون البندورة كمان عم قطع كتير ناعم مثل ما شايفين. هلا أنا بالبندورة بحطها فوق البرغل، منه البرغل بيتشتش وبتتفتح حبات البرغل، ومنه زوم البندورة ما هيك بيصير عنا التبولة كتير مرقة. هلا هون أسهل طريقة لفرم بالنعنع كمان، بحطهم بقلب ورقة خس وهيك بلف الورقة وبفرمها ناعم. شايفين خلال ثواني بتكون مفرومة عندكم. وهون عم قطع كمان بصل كتير كتير ناعمة، هيك بصل صغيرة للنكهة. هون جهزت عنا التبولة. وهون عم بقلي البطاطا المقلية. حد التبولة طعمتها رائعة، كمان حد الدجاج المقلي طعمته طيبة. وهلأ هون بدي لك الدجاج فيها. بقى حطيت هون كاستين طحين وكاسة سميد ناعم أو طحين فرخة. هلا بضيف البهارات، نفس البهارات اللي تبع اللي تبلتهم بالدجاج، بالإضافة ضفتلها بيكنج باودر. هلا بتكتب لكم تحت البهارات بصندوق الوصف. هلا عم لكم كتير بالطحين وهيك. هلا بنفضن نفض مشان هيك بيطلع لها على شكل حراشف. شايفين؟ انا اولادي كتير بيحبوا هي الاكله الصراحه. مثل ما قلت لكم اذا عندكم اولاد اعملوا لهم اياها رح تدمنوها. هون عملت الكميه كلها. هلا بدي اقليها بزيت غزير. ما بتطول بالاستواء، دغري بتستوي. استويت. هلا هون عنا الدجاج، شايفين منظره
مقرمش وكتير كتير طيب. هلا هون خلصت البطاطا والدجاج، واخر شي بتبل التبولة مشان ما تنتزع وينزل المي تبع الخضار تبعها. هون عندي بقدونس حطيت لها ملح حسب الرغبة، وهون عم حط الخضار اللي قطعتهم، البندورة والبصل والنعناع والبرغل. شايفين كيف تفتحت عنا حبات البرغل من مية البندورة، من الزوم تبع البندورة اللي نزل. وهن بضفلن كاسة عصير ليمون، يعني حسب الرغبة، بس أنا بحب التبولة تكون حامضة شوي. وأنا من عشاق التبولة، كتير بحبها للتبولة. وحطيت الكثير من الزيت الزيتون، كتير بتعطيها طعمة طيبة. هلأ بحركهم كتير منيح وقدمتهم بهذا الشكل. أعطوني رأيكم. هون عنا الدجاج كمان قدمته بهذا الشكل، والبطاطا المقلية والمايونيز أو كريم الثوم. وهون عنا الدجاج، شايفين عم ورجيكم إياه من قلبه شو استوى، وطعمته رائع بالأكثر من رائع. والتبولة مع البطاطا المقلية غرام. وهلأ عم خبركن عن طريقة أكل التبولة. التبولة ما بتتاكل بالمعلقة، بتتاكل بالخسة. حطوها بقلب ورقة الخس، بتطلع طعمتها يعني، وخاصة هيك حطوا معها هيك بطاطا مقلية. أنا بحب التبولة مع البطاطا المقلية كتير، طعمتها روعة. جربوها جربوها. وهلأ هون سهرتي مع الحبايب غير شكل، بما أنه أنا عند أهلي، والجمعة مع أهلي وأخواتي يعني إلها هيك رونق خاص. وطعمة القهوة بتكون هيك كمان إلها طعمة خاصة. وهون ما فيني لو فيني خبركن عن ريحة القهوة، شامينها ريحة القهوة السورية مع الهيل غير الشكل، بالأخص هيك يعني مع الحبايب. مثل ما قلت لكم بتفرق طعمتها يعني مع الأشخاص، إذا كنتوا بتحبوها شموا. هلأ هون هيك عملت قهوة وهيك سهرة بسيطة أنا وأهلي. ومثل ما قلت لكم طعمة القهوة مع الحبايب غير. ويا سلام على القهوة، شو طيبة. ولهون بيكون خلص الفيديو تبعنا وخلص الروتين تبعنا. بتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا فيه. وإذا بعدكم واصلين لهون بتمنى تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك. إن شاء الله بشوفكم بفيديوهات جديدة وروتينات جديدة ووصفات جديدة. باي باي.